يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام. حياك الله أبو ساهر، كيف الحال؟ حياك الله. شيعي أم سني؟ لا الحمد لله، أنا شيعي متمسك بوصية النبي بالقرآن والعترة. حلو، ممتاز. طيب، متمسك فيهم يعني تتبعهم، ها؟ إيه، وصية النبي لازم اتبعها، شلون ما اتبعهم؟ طيب، النبي حلو وصى بيهم. حلو ممتاز. طيب، ممكن تعطيني عقيدة واحدة، يعني عبادة واحدة كان يتعبد بها علي ربه فاتبعته بها؟ تفضل. إيه نعم، علي بن مثل. أبي طالب عليه السلام كان يوحد الله سبحانه وتعالى، عكس البخاري الذي نسب الأصابع لله سبحانه وتعالى وأخذ عقيدته من اليهود. طيب، أوكي. ما حكم اللي ينسب الأصابع لله؟ هذا مشرك بالله سبحانه وتعالى، وجسم الله سبحانه وتعالى كالذي يقول أن الله سبحانه وتعالى هو شاب أمرد. يعني المعصوم مشرك عندك؟ لا، المعصوم ما جسم الله سبحانه وتعالى ولا شبه الله سبحانه وتعالى، ولم يقل لله وجه، ولا يقول لله يد طيب. حقيقية، ولا يقول أن لله أصابع ويهزهن هز كما يقول البخاري. طيب، ممتاز. اللي يقول اصابع مشرك، تمام؟ ها. جسم الله سبحانه وتعالى واشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب، ممتاز. ايضا في عوالي العريريه، ان قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن. كلهم مشبهه يعني، ذولي كلهم. طيب، عندك عين الحياة، وروي بسند معتبر مو ضعيف، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف يشاء. يلا، المعصوم عندك الآن نعم الباقر. أستاذ، حتى لو كان السند صحيح الباقر فإنه يخالف القرآن، لا نأخذ به، لأن أهل البيت أمرونا بقاعدة العرض على القرآن. طيب، يلا تفضل الآن. أنت تؤمن برواية كسر الضلع؟ لا أستاذ، نحن لا نؤمن بكسر الضلع. بس طيب، خلينا دينك بالبداية. يعني. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ليس كمثله شيء، فمن أين أتى البخاري ونسب لله الأصابع؟ ومن أين أتى ابن تيمية ونسب لله أنه شاب أمرد؟ الآن طيب، أبو ساهر، ابن تيمية يقول فيقتضي أنها رؤية عين، كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن رسول الله: رأيت ربي في صورة شاب أمرد. أبو ساهر، تفضل يا أبو محمد. الخالق تعالى الله وتنزه ذكر. عند الشيعة جاوبني يا محترم. يقول الحديث صحيح، ليش تكذب ابن تيمية؟ لا كذب، ما قال أن الحديث صحيح، أعطى كاميرا كبيرة وخليه يقول أنها رؤية عين، لحظة، كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة: رأيت ربي في صورة شاب أمرد. كذاب. هذا كتاب ابن تيمية. هذا كتاب ابن تيمية. لحظة، يلا أنا بعطيك شاشة كبيرة، يلا افتح. بارك الله بك. هاي بقصاصة تريد أن تلبس فيها على العالم؟ أخي العزيز، هذا كتاب ابن تيمية. أنت كم عمرك؟ محل الشاهد أنه يصحح حديث الشاب بالأمرد. كم عمرك؟ 20 سنة. هذه الشبهة صار لها 200 سنة والعالم تعرفها، حافظينها صم. ردوا عليها. حافظينها صم. ردوا عليها. لا حول الله يا ربي، أنا بالشارع. ابن تيمية يقول هذا الحديث صحيح، كذاب. يقول كما في الحديث الصحيح المرفوع. يا بني آدم اقرأ. الآن شوف، وين الصحيح يا كذاب؟ من حديث قتادة، من حديث أنا كاتب. يقول أنها رؤية عين، كم اسمع يا جاهل. في الحديث الصحيح تقرأ يا كذاب. اسمع، لا تكذب. هو ابن تيمية صحح الحديث. طيب، ممكن ما عندك الحديث، خل ابو ساهر يطلع لك. اهجد شوي بس. هذا الحديث اللي صححه: رأيت ربي في صورة شاب أمرد. هو احنا هذا محل الشاهد على حديث الشاب الأمرد، هذا محل الشاهد يا عيني. هذا مو محل الشاهد، هذا محل النصب والاحتيال. يعني ابن تيمية من يقول هذا الحديث الصحيح المرفوع
أنت عن رسول تفتري. الله رأيت ربي، يعني هذا كذب؟ أي كذب، أنت تفتري على ابن تيمية. شكرا لك بما أنه أنت كذبت ابن تيمية. شكرا لكم يا سيدي. أنا كذبك في أمان أنت. الله. صححوا دينكم وصححوا عقيدتكم واتركوا الشاب الأمرد. تعال يا أبو الشاب الأمرد. هذا أهبل.